مراجعة الفصل 1175 من مانجة ون بيس بعنوان تنين البرق نيد هونج. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن مراجعة الفصل 1175 من مانجة ون بيس. فلو انت حابب مراجعاتي وحابب شروحاتي وحابب السلسلة اللي انا بقدمها اللي هي بحلل فيها شخصيات عن انمي ون بيس والانمي بشكل عام، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو. شكرا من القلب على 246 مشترك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في غلاف الفصل بنشوف سابو وبنشوف البنت اللي معاه اللي هي طبع الجيش الثوري بيلعبوا مع الكوالا، وسابو متحول بالكوالا. في بدايه الفصل بنشوف سانجي بينقذ روبن من الاشواك بتاعه سوميرز، وبيكتشفوا نقطه ضعف الاشواك هي النار. فانا اعتقد ان سوميرز هيتهان جدا جدا من سانجي، عشان اصلا الخصم الطبيعي للاشواك هو فعلا النار. فالخصم الطبيعي لميرز هيكون سانجي، ده في الاحداث المستقبليه يا اما في الاحداث الحاليه اللي هي بتحصل دلوقتي في الباف. وبعدين بنشوف دلوقتي انه طاقم قبعه القش كلهم اتحرروا بيتكلموا مع بعض، بيقولوا روبن لحسن حظنا انك بخير كما هو متوقع منك يا سانجي. وطبعا انا بتفاجئ جدا انه طاقم معتمد على سانجي جدا في الموضوع ده، موضوع الانقاذ وموضوع ان هو يعتمد عليه بجد، رغم ان هو طباخ بس ما زال ان هو اليد اليسرى لملك القراصنه المستقبليه مونكي دي لوفي. انا جيمبي ما اعتقدش ان هو بنفس قوتهم، هتكون قوتهم المستقبليه اعلى من ناس كتيره جدا لدرجه انه جيمبي مش هيقارن معاهم، مش هتحط في المقارنه. طبعا روبن بتظهر بوجه جد جدا انها بتقول اخشى انه لا وقت لدينا للاحتفال. سانجي بيقول اجل، بيتكلم سانجي بيقول ذلك الهاكي والزئير قبل قليل. سانجي مستغرب من حاجة، بس احنا هنشوف الفصل بيتكلم عن ايه. العمالقة بيتكلموا بيشوفوا دلوقتي حاجة زي ظل عملاق، فبيقولوا ايه الظل ده. بعدين بنشوف ريبلي اللي هي مرات سكوبر جبان مع شوية العمالقة اللي كانوا متأذيين من سوميرز. طبعا انا يعني مستغرب لوكي في حاجة بصراحة. بعد ما انقذهم حطهم في مكان الشياطين اللي هم تبع جونكو او تبع ايمو سما في النص. يعني انت حاطط الاطفال وسط المعمعة يا عم، طب ما تحطهم بعيد على راي العمالقه. يعني في واحد بيقول له انا دلوقتي شايف ان انت تحطهم في مكان تاني علشان المعركه. قال له مش من شأني، انا ماليش دعوه. طب يا حبيبي دول المفروض اهلك. طبعا هو الماضي بتاعه مأساوي بصراحه، انه كانوا كل العمالقه ضده. ده انا شايف بصراحه انه منطقي شويه. لا انا برجع عن كلامي بصراحه. طبعا في مشهد اسطوري بنشوف لوكي بهيئته الكامله التنينيه العملاقه جدا، واللي بتساوي يعني اكبر من مارين فورد ب10 اضعاف ويمكن ب100 ضعف كمان. انا بصراحه مستغرب من شكله، تنين اسود عملاق عينيه بتتق شرار وبتتق انتقام. طبعا بنشوف زورو بيتكلم مع لوفي بيقول له لقد استغرقتما وقتا طويلا للوصول، ومستغرب ان ده لوكي. يعني هو بيقول هل هذا يبدو انه لوكي؟ فطبعا لوفي بيرد عليه بيقول له ايوه يا زورو هو فعلا هو لوكي. وانا مستغرب جدا ان هو يعني الناس كلها مستغربه من حجم لوكي. طبعا انا يعني كنت متوقع حاجه زي كده لان لوكي من العمالقه القدامى. طبعا سوميرز متضايق انه العمالقه نجوا وباظت الخطه، وبيقول لا مش هسمح بده، انا لازم أنا اودي الاطفال للارض المقدسه. بس في الاخر للاسف زورو بيتصدى ليه ان هو بيضرب اشواك على العمالقه وعلى اولاد العمالقه، ولكن في الاخير انه زورو بيتصدى للاشواك بتاعته. فطبعا بنشوف انه لوفي بيجي يهجم على سوميرز بضربة جديدة مدمجة بالهاكي والبرق. فطبعا هو بيقول له انت دلوقتي لازم أن تتذكر اسم زورو لانه احد افراد طاقمي. صح، نسيت احكي عن حاجة، انه دلوقتي لوفي بيقول هذا ما كنت اتوقع منك يا زورو. شوفوا الطاقم معتمد على 2 فقط، سانجي وزورو. يا جدعان يا جدعان ده طاقم يونكو، المفروض انتوا كمان تبقوا اقوياء. انا مش فاهم ليه انه اودا مخلي لحد دلوقتي ان الطاقم ضعيف. انا مش حابب المنظور ده، انا مش حابب كده. انا حابب انه اشوف الطاقم بقوه جباره، حابب ان انا اشوف نامي وسان ويوسوب وجيمبي وروبن وبروك وفرانكي بقوه اسطوريه. دي لانهم طاقم يونكو، انتوا لو دخلتوا ضد طاقم يونكو اخرين مش تعرفوا تكسبوا. اذا كان انتوا لو دخلتوا ضد طاقم القراصنه البيج مام قبل ما تموت، او مش عارف هي ماتت ولا، بس اعتقد لا. انتوا لو دخلتوا ضدهم مش هتكسبوا، مش هتكسبوا. الوحيدين اللي ممكن هم يكسبوا هو سانجي وزورو وممكن جيمبي، ولكن بنسبة ضعيفة. فاحنا عايزين نشوف الطاقم يا اودا، عايزين نشوف الطاقم بخصوص ان هم قوتهم يبقوا يفعلوا هاكي على الاقل، حتى لو هاكي تسلح. انا مش عارف بصراحة. الطاقم معتمد على 2 بس، هو سانجي وزورو، وده انا شايف ان هي عيب كبير جدا. طبعا احنا بنشوف بقى انه سوميرز وشه متلخبط تماما متدمر تماما، وفي الاخر بيقع يعني.
وطبعا الناس كلها فرحانه بمحارب التحرير، بيقولوا انه لوفي اخيرا بهيئته البيضاء اللي هو نيكا، اللي هو محارب التحرير او اله الشمس. زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات قبل كده انه لا اله الا الله، فهو اله الشمس نيكا في الاساطير بتاعتهم. انا ماليش دعوه، مش جايب حاجه من عندي، انا مؤمن بالله، يعني ماليش دعوه بالكلام ده خالص. ونشوف فلاش باك لماضي بين شانكس وبين يارول، بيحكي له عن الفاكهه اللي تناولها لوكي، انها لما بشري عادي بياكلها فهو بيتحول لتنين. وطول ما العرق بتاع العمالقه بياكل فاكهه، الفاكهه دي بيستخرجوا طاقتها الكامله. فما كانش ينفع انه حد من العمالقه القدامى ياكل الفاكهه دي، لانها هتبقى قوتها اسطوريه جدا ومحدش يعرف يقف قدامها، لانها بتبقى تبع حاكم الحرب. ودي انا اتصدمت منها، انه حاكم الحرب طلع لوك. بنشوف في بانل جامده جدا انه حصل فايت بين حاكم الشمس نيكا اللي هو قبل 3000 سنه ضد حاكم الحرب اللي هو نيد هوج، ده اله الحرب او اله الدمار. بنشوف بقى يارول بيحكي لشانكس ان هو السنجاب اللي معه هو يختار حد مرشح ان هو ياكل الفاكهه، وكانت بتدافع عن الحد ده لحد ما وصل لوكي وكل الفاكهه وهي اختارت. طبعا بنشوف ايمو بيتفرج على التنين العملاق اللي هو لوكي، وبيشوف برضه حاكم الشمس نيكا اللي هو لوفي، وبيتفرج عليهم وبيقول جملة مرعبة جدا، وده انا استغربتها. انت ايه اللي عرفك اصلا بنيد هوج؟ اكيد انت عارف نيد هوج، بس انت تواجهت معاه فين؟ انا اعتقد ان ايمو بصراحة قبل 3000 سنة، بصراحة هو قديم قوي، يعني مش 800 سنة، لا ده قبل 3000 سنة. فدلوقتي هو بيقول لك فهمته الآن، هو فهم دلوقتي ندهج هنا تماما في الباص. وينتهي الفصل. طبعا احنا مستنيين الفصل الجاي، هينزل يوم الجمعه الجاي ان شاء الله او يوم الخميس، التسريبات بتنزل يوم الاربعاء او يوم الثلاث. فده يعتبر نهايه الفيديو. قول لي رايك في الكومنتات بخصوص الفصل 1175 من مانجة ون بيس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشارك الفيديو علشان تبقى من متابعين انمي ون بيس وفانزاته الكبار جدا معانا في القناه. لايكي فيكتور.